السلام عليكم. الهرقاوي جاب ربحة وحدة أخرى مع نيت عبد اللطيف وهبي. كيفاش؟ فهو بكثرة ما أنه تايق في نفسه كيقول بأنه أنا وحدي اللي مضوي البلاد، فهو زاد في لادوز، كيحاول أنه يضغط على وهبي، كيحاول أنه يجيش الناس ضده، مع العلم أنه هو عارف أن ما بقاوش عنده متابعين مغاربه بزاف الا شي هرقاوه بحاله. زيد عليها كيهضر بشي حوايج اللي ما كايناش، طلع النيفو ولا يهضر ولا يوصف بالصلاقات وما الى ذلك. ولكن في فيديو ليس بالبعيد قال بانه وهبي وصف المغاربه بالكلاب. ففي محاولته انه يضغط على القضاء وانه يجيش ضد عبد اللطيف وهبي، في بلاصه انه يخرج يعتذر على داك الشيء اللي دار ومريضنا ما عنده باس، المساله مشات، فخرج كيكذب على عبد اللطيف وهبي المواطن مره واحده اخرى غادي نقول، وقال بانه وهبي وصف المغاربه بالكلاب. بسبب هذا الفيديو فهناك شكاية جديدة ضد الهرقاوي من طرف عبد اللطيف وهبي أيضا. هذه الشكاية بالفعل كيستعد عبد اللطيف وهبي أنه يقدمها ضد اليوتيوبر الحميد الهرقاوي. فهاد المصادر اللي قالت هاد الشيء أن سبب هاد الدعوة هي السب والقذف والتشهير التي قام بها الهرقاوي في حق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعمد بطريقة خسيسة إلى تحريف. فكيف قلت فالهرقاوي لصق لعبد اللطيف وهبي تهمة نعته للشعب المغربي بالكلاب، في حين وهبي كان يتكلم عن الذين يخوضون في أعراض الناس بظلم وفي حياتهم الخاصة وينعتونهم بنعوت مختلفة فيها قلة الحياة، بحال اللي كيقول هو السلاقط، فقط من أجل البوز. فوصف الذين يقومون بهذا العمل مثل الكلاب التي تنهش في لحم هؤلاء المواطنين والمسؤولين والمنتخبين الأبرياء، ولم ينعت أبدا الشعب المغربي بالكلاب. فكيف ينعت الوزير اللي هو في حكومة المغرب ينعت فيها الشعب المغربي بالكلاب؟ فلا مصلحة لوهبي أن يصف الشعب بهذا الوصف عكس اليوتيوبر الهضراوي ولا الهرقاوي الذي من مصلحته أن يقوم بالأساليب الملتوية وإلصاق التهم للناس بغية خلق البوز وتحريك أرقام الأدسنس، ولو على حساب اتهام الناس بالباطل، في حين أنه هو يكيل السب والشتم لكل من يعارضه. الناس اللي كينتقدوه وصفهم بأولاد الحرام، يعني أبناء الزنا، يعني طعن في نسبهم، وقال بأنهم أولاد الحرام، يعني مولودين بطريقة غير شرعية. هادو الناس اللي انتقدوا الهضراوي، فالهضراوي يعيش من انتقاد الجميع، ولكن عندما ينتقد فالذين ينتقدونه هما أولاد الحرام. ومع ذلك يعني دوزها ومشى وبغى يلصق في عبد اللطيف وهبي تهمة جديدة ولا باطل، حط عليه الباطل وقال بأنه وصف المغاربة بالكلاب، وهذه ما غاديش يدوزها ليه عبد اللطيف وهبي. وأهلا بالهرقاوي عاوتاني في دعوة قضائية جديدة ضد عبد اللطيف وهبي المواطن. الهرقاوي يقدر يدير اي حاجة على الفلوس وعلى الادسنس وداك الشيء، ولكن راه ما بقاش هذاك الوقت. بزاف د الناس تعرضتي ليهم، بزاف د الناس سبيتيهم وسبيتي من ينتقدوك وصفتي الناس بالسلاقط، ولكن دائما هناك نقطة ما فين كيبدا الحساب.
والحساب ديال الهرقاوي يلاه بدا. اما هذيك المعزه ديال الزوجه ديالو اللي خرجت كتقول لك هو تاج راس المغاربه، فبزاف عليك، فهو لا يتعدى ان يكون قمامه في طروه ديال الزبل ديال المغاربه. فالمغاربه محبون لوطنهم، محبون لملكهم، محبون لمؤسساتهم، على اختلافنا معهم فما كنبيعوش الوطن ديالنا، على عكس القمامات اللي مستعده انها دير اي حاجه من اجل يعني الفلوس، مثلك ومثل زوجك القمامه. كنتي باش تخرجي تصيحي علينا بحال المعزه وتقولي لنا بان الزوج ديالك هو تاج راس المغاربه. شكون انتي اصلا؟ لا انتي لا هو، ما قاريين، ما عارفين، ما فاهمين ما حتى شي حاجه. الماستر ديال الوجهيات وديال الفلوس اللي يقول ان طواليت واللي يقول القران نزل على قريش قاري. وفي موضوع اخر، هراندو اولا جيراندو كيف كيسميوه، الخبر من عند بغطات. هراندو صفع صفعه جديده من القضاء الكندي، فهو مجرد مرتزق مبتز كيبتز الناس وكيشهر بالناس، اولا كتجيه اوامر من عند الكبرانات باش انه يهاجم المصالح الامنيه اولا الدرك الملكي او زيد وزيد. المهم انه تم اصدار حكم ضده يدينه بالتشهير ويجبره على حذف مقاطع ديال فيديو مسيئه ضد قاضي مغربي. فأصدرت محكمة بكندا نهار 4 دجنبر 2024 حكمها في القضية اللي رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين ضد هشام هراندو، وقضى الحكم بإلزام الأخير بحذف جميع مقاطع الفيديو التي تضمنت تشهير ونشر معلومات كاذبة عن القاضي على قناته على منصة يوتيوب. ويؤكد هذا الحكم أن جميع الادعاءات اللي كيروج لها هراندو كانت غير صحيحة، وأن اتهاماته اللي وجهها ضد شخصيات ومؤسسات وطنية لا أساس لها من الصحة ولا تتمتع بأي مصداقية، والهدف منها فقط هو التشهير والابتزاز. ويفتح هذا القرار القضائي الباب أمام جميع الأشخاص والمؤسسات الذين تعرضوا للتشهير من قبل هذا المبتز المارق لمقاضاته في كندا، مع ضمان فرص كبيرة لتحقيق العدالة واسترداد حقوقهم، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى ولا الثانية التي يدين فيها القضاء الكندي هراندو. يعتبر هذا الحكم إشارة واضحة إلى أهمية التصدي لظاهرة التشهير عبر الإنترنت التي أصبحت تهدد سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد في عصر الإعلام الرقمي. هذا مشهر آخر وهو خارج الوطن، انتم عرفتوه، فهو الخدمة ديالو هي التشهير والابتزاز للشخصيات والتشهير ومحاولة المساس بسمعة الأمن المغربي والدرك المغربي. فالقضاء لأنه هذاك القاضي اللي تم التشهير به فهو تقدم بشكاية، وهذا الشيء كي يتيح الفرصة للناس اللي شهر بهم هذا الخائن أنهم كلهم يرفعوا به دعوة، ماشي غير بوحدو، هو وزكيكو وحويجيب وهذاك كاين واحد الحقير واحد اخر داك عروبي في الميريكان وزيد هادوك اللي كيطاولوا على الناس وعلى المؤسسات. حق وراءه مطالب. ولكن بالنسبه لي انا هذه يعني اقتراح من عندي، كنتمنى انه يوصل، انه بامكان هاد الناس انه مثلا هذا القاضي انه يقدم هذا الحكم ولا الاحكام اللي صدرات كاع في حق هراندو، وانهم يقدموها لاداره اليوتيوب ويتم اقفال قناته مره واحده. ما عمرو يحلم انه يفتح قناه جديده على اليوتيوب مره اخرى، وانه يتم استعمال نفس الحكم فين ما مشى، في اي منصه مشى، التيك توك ولا مشى الانستغرام ولا فين ما مشى، انه يتم تقديم هذه الوثيقه باش يبان انه مجرد مشهر ومبتز، ويتم غلق القناه ديالو ولا جميع المنصات، في جميع المنصات اللي غادي يمشي ليها.
نتوما خليو لي الآراء ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف وإلى اللقاء.